تسريب صوت خطير من حكم غرفة الفار الإثيوبي بملاك تسيما يكشف فيه مؤامرته على النادي الأهلي والإقصاء من وصوله إلى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا. لن تصدق ماذا حدث، ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن أثار الحكم الموريتاني الجدل في قراراته التحكيمية في مباراة الأهلي مع صن داونز، والتي نتج عنها إقصاء النادي الأهلي من قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا وإقصائه من وصوله إلى المباراة النهائية بعد تعادله مع صن داونز بهدف لهدف، فقد كشفت شبكة أفريكا سبورت عن تسريب صوت خطير لحكم غرفة الفار الإثيوبي بملاك تسيما بسبب عدم إلغاء هدف صن داونز، والذي على أثره تم إقصاء النادي الأهلي من وصوله إلى المباراة النهائية في الدقيقة 90. وقد كشفت شبكة أفريكا سبورت أن الحكم بملاك تسيما هو الذي أصر على احتساب هذا الهدف، وقال أن لاعب صن داونز لم يكن متعمدا للمس الكرة بيده. ونقل المصدر أن الحكم الموريتاني كان يريد الذهاب إلى غرفة الفار، ولكن الحكم الإثيوبي بملاك تسيما هو الذي أصر على عدم ذهابه إلى غرفة الفار، وقال أن الهدف صحيح 100%. كما كشف المصدر أن الحكم الإثيوبي أيضا هو الذي كان يصر أن صن داونز له ركلة جزاء خلال الشوط الثاني، وكان يفعل كل ما بوسعه من أجل احتساب ركلة جزاء لصن داونز. وقال الصحفي النيجيري أوبويوانا أن الحكم الإثيوبي تشاجر بالكلام مع الحكم الموريتاني أثناء مشاهدته لركلة الجزاء، وقال له يجب عليك أن تحتسب ركلة الجزاء لصالح صن داونز، وهو من كان يضغط على الحكم الموريتاني في كل قراراته. وكشف الصحفي النيجيري أوبويوانا أن الحكم الإثيوبي بملاك تسيما هو صديق مقرب لرئيس الكاف متسبي، وأيضا صديق نجله الذي يرأس صن داونز. وكشف الصحفي النيجيري أن الحكم الإثيوبي بملاك تسيما ذهب إلى جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي والتقى برئيس صن داونز نجل رئيس الكاف متسبي في إحدى الفنادق في جوهانسبرغ. وكشف الصحفي النيجيري أن هناك مؤامرة مدبرة ضد النادي الأهلي من أجل عدم تتويجه للمرة ال13 في تاريخه والثالثة على التوالي. ويقول الصحفي النيجيري أنه يجب التحقيق فورا مع هذا الحكم الإثيوبي بسبب ذهابه إلى جنوب إفريقيا قبل المباراة بأسبوع واحد فقط ومقابلته نجل رئيس الكاف متسبي الذي يرأس صن داونز، فهناك شكوك أنه تلقى رشوة من رئيس صن داونز من أجل إقصاء النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.